شدد المجمع الفقهي العراقي على ضرورة ابتعاد البرلمان عن تشريع أي قانون يغذي الانقسام المجتمعي، في إشارة إلى عزم المجلس المضي بتشريع قانون عطلة عيد الغدير، والذي أثار جدلا واسعا في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية. جاء ذلك خلال استقبال كبير لعلماء المجمع لأحمد حسن الطه رئيس لجنة الأوقاف والعشائر في البرلمان العراقي والنائب حسين اليساري، حيث شدد الطه على أهمية الأوقاف بصفتها أمانة في أعناق الجميع ينبغي الحفاظ عليها وتنميتها ومنع الاعتداء عليها، وأن منفعتها مسلبة لتعزيز التكافل الاجتماعي. من جانبه قال النائب حسين اليساري إن السلطة التشريعية تحرص على التواصل مع المرجعيات الدينية لسن القوانين التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة وتؤمن الحياة الكريمة لأبناء الشعب العراقي.